في الزمالك ناقص اللياقه. نعم. في الشوط الثاني مش موجود شيكابالا، وهو احد اللاعبين الاساسيين اللي كان ممكن يبقى فيهم الحلول. ايضا ميدو يعني كثرت فاولاته حتى في الشوط الثاني لانه برضه معدل اللياقه هبط. لكن الشباب اللي موجود في نادي الزمالك والتوليفه اللي اتعملت الحقيقه يعني خرجت بافضل نتيجه كان ممكن انها تتوقع لمثل هذا اللقاء. الاجناب الملعب زي ما توقعنا ما كانش ليها دور مؤثر. الاختراقات من العمق، تواجد المدافعين في وسط الملعب وادائهم للضغط الدفاعي المتبادل خفف الحمل على الخط الخلفي او على المدافعين، فما حصلتش اخطاء. لان طبعا الاهداف هتيجي ازاي الا اذا كان هناك اخطاء دفاعيه. الاخطاء الدفاعيه دي ما حصلتش نتيجه ان في مسانده دفاعيه من لاعبي الوسط خصوصا في نادي الزمالك. تغييرات النادي الاهلي كانت اميل الى انها تعمل تنشيط هجومي، لكن لم يسفر هذا التنشيط عن اهداف او عن خطوره حقيقيه، لانه اللاعبين يا اما زي بلال بعيد عن جو المباريات او لا يجيدوا اللعب تحت ضغط تحت ضغط. يعني المهاجم اللي بيلعب تحت ضغط ويسجل تحت ضغط زي عماد متعب مثلا او فده النوت دول مش موجودين. هذه النوعيه من اللاعبين مش موجودين. اصبح استحواذ النادي نسبيا غير مؤثر. حتى التغييرات الهجوميه بعناصر ما عندهاش هذه الحلول. فالنتيجه طبعا نتيجه بيضاء تسعد الجميع، تدي فرصه لانه حسام حسن يعني مدير فني جديد انه بنفس كويسه. لان احنا شفنا بعد المباراه هو بيتوجه ل يمكن ما شافهاش الساده المشاهدين، هو بيتوجه الى جماهير نادي الزمالك ومع اللعيبه، ويعني في نوع من التواصل بينهم. وهذه النتيجه من المؤكد نتيجه تعد ايجابيه على ضوء الظروف اللي فيها نادي الزمالك حاليا، لكن يبقى برضه في مكان خطر وبرصيد من النقاط خطر. اعتقد انها ممكن تبدا تعدل من المراحل او الجولات القادمه. انما خلونا نسالكم بنبدا التواصل، ودي يمكن مثال المساله نزول ايديكو يعني عمل كره عرضيه لاحمد حسام ميدو تقريبا يعني نقدر نقول انها فرصه شبه مؤكده. يقابلها طبعا محمد طلعت كان في انفراد، لو حط يعني لو سيطر على الكره طبعا طلعت اوت. احمد بلال في كره كان تفكيره بطيء فيها، عايز يركنها وعايز يعمل تمريره لاحمد حسن. يعني دي الفرص اللي احنا شفناها. لكن انا بقول انه تكتيكيا بالنسبه لنادي الزمالك بالظروف اللي مر بيها من خلال بدايه الموسم الى مباراه النادي الاهلي يعتبر انه حقق نتيجه يعني مميزه، خاصه انه هو بيتعامل مع بطل الدوري الممتاز ومتقدم جدول الدوري، وظروف نادي الزمالك كانت صعبه للغايه، ومباراه زي دي مهمه لاعاده تشكيل البيت زي ما بيقولوا. ففي فرصه قدام حسام حسن انه يعدل، وانا شايف انه ممكن جماهير نادي الزمالك تبدا يعني ان شاء الله بالدفع في الفريق للامام. ويمكن النقطه اللي انا يمكن قلتها يوم حرس الحدود ان نادي الزمالك محتاج لصانع العاب. نعم. فلا يجب ان احنا نقول نسمي ان شيكابالا صانع العاب. صانع الالعاب ده ليه دور كبير جدا انه يقود الفريق في تمريراته، في تسديداته، في وصول فريقه للمرمى. ولكن شيكابالا دوره مؤثر، ولكن من الناحيه الفرديه اذا كان على الطرف اليمين او الطرف الشمال. الجانب الثاني برضو زي ما انا قلت الصراع اللي كان في وسط الملعب هو كان مميز من الجانبين. بالنسبه للنادي الاهلي في وسط الملعب عبد الله فاروق واحمد حسن وحسام عاشور نعم. كان لهم دور كبير جدا في تامين وسط الملعب. نعم. في فتره من الفترات يعني يمكن الثلث ساعه الاولى كان في سيطره في وسط الملعب لخط وسط النادي الاهلي، ولكن تشكيل الخطوره على مرمى نادي الزمالك ما كانش بالشكل الكافي الا بالثلاث فرص اللي احنا قلنا عليهم. نعم. التزام وائل جمعه مع احمد فتحي مع شريف عبد الفضيل
وسيد معوض كان في تأمين وفي تركيز عالي في الناحية الدفاعية، ويمكن وائل جمعة كان بيطلع بس في الكرات الثابتة. فأنا شايف إن يمكن المباراة كده بالشكل اللي احنا شوفنا فيه كان ممكن في أي لحظة من اللحظات إن فريق يسجل، ولكن بفرص قليلة. تصلح المباراة أن تكون بداية لعودة الزمالك، أو بمعنى صح تعديل ظروفه بشكل حقيقي على المستوى الفني وعلى مستوى النتائج؟ أنا بشوف تساعد، هل النتيجة تساعد في الاتجاه النتيجة ده؟ تساعد الاتجاه بشكل يعني إيجابي جدا، إنه الفريق أعتقد خطواته القادمة هتكون قوية جدا. تشكيلة الفريق أنا شايف إن في مكاسب كبيرة جدا، خاصة إن محدش يعني مدي فرصة لإيديكو من اللعيبة المميزين يا كابتن خالد. نعم. ومن اللعيبة من اللاعبين اللي هم كان لهم دور كبير جدا في وفاق الصيف انه يفوز ببطولة الأندية العربية. انا شايف انه نزوله النهارده دي خطوة موفقة لحسام وللاعب نفسه، واتمنى ان شاء الله استمراره، واعتقد انه هيتألق ويبقى ليه دور كبير جدا في تيم نادي الزمالك. احنا عندنا فاصل. ولد فاول اقول بتاعت الحكم. المهم تتقطع كرة من ايدكو ياخدها مرة تانية ماشي ايدكو وعلى طول يلعبها لشيكابالا لايدكو، انما مش ممكن قلنا لك روح بخر، ده انت لو بخرت مش ممكن. بص هجمه خطره جدا وايدكو وخلاص بقى، وعمل المهم ان هو بيعمل الصح، المهم ان ميدو بيعمل الصح. وادي ايدكو هو التغيير القوي جدا بتاع حسام، والراجل بيحط الكوره ببطن رجله، ما عندوش بطن رجله فتحت شويه في اخطر كوره اهو حسام، والدكه بتاعته كلها اهو بيضربوا الدكه اهو. انما للاعيبه نادي الزمالك خصوصا المجموعه بتاعت وسط الملعب ان كان في التزام بالضغط باستمرار على بدايه الهجمه في النادي الاهلي. ولو استمرت الالتزام التكتيكي ده عند نادي الزمالك ده كان سؤال، يعني هل تبقى مقدمه بشروط، يعني تبقى دي مقدمه لان نادي الزمالك يسترد. وانا بتكلم النهارده على مباراه النادي الاهلي، ولكن المباريات السابقه كلها تحضير بشكل بطيء جدا في وسط الملعب وفي الخلف. فنادي الزمالك ما كانش عنده يعني زي ما بيقولوا انياب حقيقيه في الهجوم. النهارده كان في سرعه في الاداء، ودي اللي ادت فرصه كبيره جدا ان نادي الزمالك